بالنسبة طبعا يا جماعة للفاصوليا الخضراء، تمام. طبعا قلنا عمرها في الأرض قصير. عمر الفاصوليا الخضراء في الأرض قصير جدا جدا، عكس الفاصوليا البيضاء اللي هي بيتم الدريس. دي عمرها قصير في الأرض، أقل مدة ممكن تجمع فيها. يعني لو زرعت متأخر مثلا نهاية شهر 9 وحابب تلحق الجمع هتلحقه، طالما زرعت الفاصوليا الخضراء اللي هي بتتجمع خضراء. يعني ده حاليا بيتم جمعه. ولكن لو الناس انتظرت شوية، تمام، كل ده هيبقى هيكبر ويبقى بشكل كويس. ولكن في ناس بتجلح حاليا واخدة يعني يعتبر من أول. شايف؟ شوف اللي تحت، بسم الله ما شاء الله، عامل حاجة حاجة كويسة. في ناس ممكن تستعجل عشان حسن السوق، تمام، ولكن هتاخد إنتاج قليل. انت يعني شوف ده، شوف اللي تحت، بسم الله ما شاء الله، كويس كويس. كل ما تطلع لفوق بتلاقيه ابتدى ان هو يضعف شوية، لدرجة ان في لسه، شايف، لسه حاجة صغيرة خالص. فالناس مستعجلة طبعا لحسن السوق تقريبا فما تستعجلش على محصولك. يعني انت هتجلع مثلا بدري هتاخد، يعني مثلا ممكن تبيع بسعر عالي بس هتاخد انتاج قليل. انما كل ما تأخر، تمام، كل ده هيبقى شغال معاك بشكل كويس، وهيدي معاك انتاج كويس جدا جدا، وهتحصل على انتاجية كويسة من الفاصوليا او اي محصول عموما. تمام، اي محصول عموما. في غير الفيديو تابع الصفحة عشان يوصلك كل جديد. موسم خير على الجميع.